في 8 أغسطس 2018 تعاقد نادي تشيلسي مع الحارس الأسباني كيبا أرزبالاجا ب 80 مليون يورو، وده خلاه ساعتها أغلى حارس مرمى في العالم. وبعد فترة من وجود كيبا في تشيلسي بدأ مستواه ينزل بطريقة مرعبة لدرجة إن لو اتشاطت عليه ثلاجة هتخش جول، لحد ما في 3 فبراير 2020 صحيفة ديل الأسبانية قالت إن سبب تراجع مستوى كيبا هو انفصاله عن صديقته أندريا بيريز بعد علاقة دامت 9 سنين، وده اللي أكده أحد أصدقاء كيبا المقربين جدا منه، وقال إن كيبا اتأثر نفسيا بسبب الانفصال ده، وده اللي خلاه يظهر بشكل سيء لا يليق بمستوى اغلى حارس في العالم. عندنا في مصر برضو كان في قصه مشابهه للموضوع ده لما انتشرت اخبار بتقول ان محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الاهلي انفصل عن زوجته بعد زواج دام 11 سنه. المشترك بين القصتين دول ان لا كيبا ولا الشناوي طلعوا في العلن واتكلموا عن مشاكلهم النفسيه، وان الاخبار دي اتسربت للصحافه عن طريق ناس قريبه منهم. وده اللي يخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هو ليه لعيبة الكورة مش بتتكلم عن مشاكلها النفسية في العلن وعلاقتها بمستواهم في الملعب؟ ما يمكن لما يتكلموا الناس تتعاطف معاهم وتقدر اللي هم فيه. وليه اصلا لعيب الكورة اللي عايش حياة مرفهة وفلوس وعربيات ودنيا يبقى عنده مشاكل نفسية اصلا او يفكر في الانتحار او ينتحر فعلا؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده، هو ده المهم. كان ليا واحد صاحبي كده واحنا قاعدين على القهوه قال لنا يا جدعان انا صعبان عليا كريستيانو اللي بيحصل فيه الفتره الاخيره ده، واكيد كريستيانو رونالدو اتاثر نفسيا بالهجوم المستمر عليه ومستواه بقى في النازل. وساعتها بقى اصحابي استلموه هتك يا تريقه وضحك. اللي يقول له نفسيه ايه يا معلم؟ ده رونالدو بصوره واحده بس على الانستجرام يجوزني ويامن مستقبلي. وصاحبي التاني بيقول له ده الراجل دلوقتي بياخد 200 مليون يورو في السنه ومصاحب جورجينيا ومعاه عربيات اشكال والوان وفلوس ومصانع، فبذمتك نفسيته هتتعب ازاي اصلا؟ الكلام اللي بيتقال على رونالدو ده هو الكلام اللي هيتقال على اي لاعب كوره، هيتقال عليه ان مستواه متراجع لانه تعبان نفسيا، لان معظم الناس عندها اعتقاد في دماغها ان الفلوس الكتيره اللي بياخدها اللعيبه والشهره والحياه المرفهه هتساعد اللعيبه ديت انها تتغلب على اي مشكله بتقابلها في حياتها، وده طبعا مش صح، لان في الاول وفي الاخر لاعب الكوره ده زي اي انسان بيتاثر بكل موقف بيحصل له في حياته، وده اللي اثبتته دراسه نشرتها النقابه الدوليه للاعيبه الكوره المحترفين في 2013. الدراسه بتقول ان في على الاقل 3 لعيبه داخل كل فريق بيعانوا من امراض نفسيه زي الاكتئاب وقله النوم والقلق، وده اللي اكده الدولي الانجليزي داني روز في 2018. روز قرر يعمل عكس المتوقع وطلع بكل شجاعه في العلن وقدام كل الناس واتكلم بكل صراحه عن معاناته المضاعفه مع الاكتئاب بعد تعرضه ل3 صدمات في حياته تهد الجبل. الصدمه الاولى انتحار عمه، الصدمه الثانيه تعرض امه لحادثه عنصريه، والصدمه الثالثه اخوه اتضرب بالنار واتقتل على ايد مجهولين. روز بيقول ان بعد فتره الاكتئاب دي ممثلين احد الانديه طلبوا الكشف عن قواه العقليه قبل ما يتم التعاقد معاه، وده بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هو طلع اتكلم عن مشاكله النفسيه في العلن وقدام الناس، وعشان كده لعيبه الكوره بتتجنب ان هي تتكلم عن مشاكلها النفسيه في العلن وقدام الناس، لان دايما الكوره بتدي الافضليه للاقوى والاكثر قدره على التحمل. وبالتالي لو اللاعب راح واعترف انه بيعاني من مشكله نفسيه بتاثر على مستواه وبتخليه في النازل، فده هيخلي المدير الفني ما يعتمدش عليه بشكل اساسي، وبالتالي النادي ممكن يمشي اللعيب من الفرقه اصلا. داني روز ممكن يكون هو اللاعب الوحيد اللي طلع يتكلم عن مشاكله النفسيه وهو لسه بيلعب، ما كانش اعتزل، لكن كان في لعيبه كوره تانية مش بتتكلم وبتكتم جواها، وده اللي دفعهم للانتحار، زي روبرت إنكا حارس مرمى منتخب ألمانيا وهانوفر وبرشلونة الأسباني، وده بقى قصته مأساوية جدا جدا جدا. في 2002 انتقل روبرت إنكا من بنفيكا لبرشلونة الأسباني، ولسوء حظه انه ظهر بمستوى ضعيف جدا في أول ماتش ليه مع برشلونة في الكاس قدام فريق درجة تانية وخسرهم الماتش، وبعديها اتعرض لهجوم لاذع في الإعلام بسبب المستوى ده، والهجوم كان عن طريق صديقه في الفريق فرانك ديبور، وساعتها إنكا اتأذى نفسيا وشعر بالاكتئاب وبالوحدة والعزلة، وخصوصا ان لويس فان خال مدرب برشلونة ساعتها اتخلى عنه وما جابلوش حق، عشان ساعتها علاقة إنكا بالفريق وبالمدرب تتدمر جدا ويضطر يروح إعارة لفنربخشة التركي، وللأسف برضه بيروح وبيقدم مستوى متواضع وبيمشي بسرعة من الفريق. وعشان إنكا بقى يشيل الضغط من عليه راح فريق درجة تانية في أسبانيا، وفعلا إنكا تألق ومستواه رجع تاني، وده اللي خلاه يرجع ألمانيا تاني عن طريق بوابة نادي هانوفر. وفي وسط بقى ما حياة إنكا ماشية كويسة وهو متألق، ربنا كمان بيرزقه ببنت اسمها لارا، لكن للأسف السعادة مش بتستمر كتير، لأن
للاسف انكا فقد بنته بعد سنتين بس من ولادتها، عشان ساعتها يخش الحارس الالماني في حاله اكتئاب حاده. رغم كل اللي اتعرض له انكا من ضغوطات وصعوبات، الا انه كان ابرز حراس الكره الالمانيه في الفتره ما بين 2004 و2009، وكمان كان مرشح ان هو يكون حارس عرين المانشافت في مونديال جنوب افريقيا 2010. في الفتره ديت انكا ومراته قرروا ان هم يتبنوا طفله عشان تعوضهم عن بنتهم اللي ماتت، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وانكا بيتم استبعاده من منتخب المانيا لانهم اكتشفوا ان هو عنده مرض معدي في المعده، وكانوا خايفين ان المرض ده ينتقل للاعيبه المانيا في المعسكر. لكن مش دي المشكله، الكارثه بقى انه لما اتثبت اصابته بالمرض المعدي ده، قامت السلطات ساعتها وسحبت منه حضانه الطفله اللي كان هيتبناها، وده اللي خلاه يوصل للاكتئاب الحاد لحد ما يقرر انكا انه ينتحر ويرمي نفسه قدام القطر وينهي حياته في 10 نوفمبر 2009. انكا قبل انتحاره بايام قال لوالده: اذا تلقيت العلاج في عياده الطب النفسي قد تنتهي مسيرتك الكرويه. وده هيرجعنا لكلامنا اللي كنا بنقوله ان اللاعب لو اعترف بتعبه النفسي هيتبص له ان هو لاعب ضعيف مش بيتحمل الضغط، وده ممكن يخلي المدرب ما يعتمدش عليه، وبالتالي ممكن يخلي النادي كمان يستغنى عنه. بعد الاحصائيات الكتيره ديت وحالات الانتحار والاكتئاب بتاعت لعيبه الكوره، بدات الفرق والمنتخبات تهتم بالعامل النفسي زيه زي الجانب التكتيكي والخططي بالظبط، لان العامل النفسي دلوقتي بقى ليه دور مهم جدا في نجاح فرق وانهيار فرق، زي اللي حصل مع ليفربول ومنتخب انجلترا. فمقال مفصل نشرته جريده ذا اتلتيك بتتكلم فيه عن قوه العامل النفسي في تحقيق انجاز ليفربول للبريمير ليج بعد غياب 30 سنه، واشاروا الى ان يورجن كلوب يعتبر هو كبير المعالجين النفسيين في الفريق، لان المدرب اول لما جه ادى اولويه كبيره للاهتمام بالجانب النفسي والانساني، وده مش كلام وخلاص. لانك لو بصيت على ليفربول في موسم 2018 2019 و2019 2020 كان ساعتها الفريق مرعب ومحدش كان بيقدره وكان بياكل الاخضر واليابس، على العكس تماما بعد ما الفتره دي خلصت الفريق بقى هش وبيخسر في ملعبه وبره ملعبه كمان. طيب ايه اللي حصل يا جدعان وايه سر التحول ده؟ ده اللي فسرته المقاله لما قالت ان يورجن كلوب لما تولى الامور الفنيه لليفربول ساعتها جاب معاه مستشارين نفسيين للفريق عشان يساعد اللعيبه انها تفهم بعض اكتر ويكونوا اصحاب جوه وبره الملعب. برغم وجود كل الخبراء النفسيين دول، فضل يورجن كلوب هو الطبيب النفسي الاول من وجهه نظر اللعيبه والنقاد واللي متابعين شؤون النادي. فما بالك بقى لو الطبيب نفسه اللي هو كلوب اتعرض لازمات نفسيه قويه، وده اللي حصل. وبرغم ظهوره كبطل لا يقهر على مدار موسمين، وكلامي هنا بعيد عن الفنيات لانه راجل بعد عن اهله لاكتر من سنه، بالاضافه كمان لموت امه بالكورونا، وللاسف ما قدرش يروح يحضر الجنازه ولا يدفنها. ضيف على كده بقى تعرض الفريق لانتكاسه نفسيه اولى بسبب اصابه القائد الاول فيرجيل فان دايك، ومحاولات تعويضه المستمره من كلوب، وانه يسد الثغرات ديت سواء بانه يصعد لعيبه من الاكاديميه او يشتري لعيبه، لكن كان مستحيل يتم تعويض الاخ الاكبر والقائد الاول فان دايك اللي بوجوده اتغير شكل ليفربول تماما. نروح لتاني قائد بقى وهو أليسون بيكر اللي كان بيعيش موسم سيء جدا، ارتكب فيه اخطاء كتيره ومتكرره وكانت بتكلف الفريق اهداف مجانيه. وهنا بقى جه دور الفريق النفسي انه يعالج أليسون ويقومه على رجله تاني ويرجعه لمستواه، لكن الموضوع كان صعب جدا لان وقتها والد أليسون مات غرقان في البحر، وده طبعا دمر نفسيه أليسون اكتر ما هي متدمره. هننتقل كمان للاعب الاول في ليفربول محمد صلاح اللي كان بيمر بموسم تهديفي متميز جدا، لكنه كان بيعاني من ازمات داخليه جوه الفريق وحواراته مع ماني بقى والقصص اللي احنا عارفينها دي اللي اكيد اثرت بالسلب على الفريق. فاصبح كلوب حاليا وبرغم وجود جهاز مساعد الا انه بقى لوحده وما بقاش عارف يفكر في تعويض الاصابات ولا يحل مشاكل الفريق ولا يتجاوز مشاكله النفسيه اصلا. حد يقول لي هو انت ليه بتجيبها في العامل النفسي؟ ما انت ممكن تقول قائمه المصابين وتسلط الضوء على حوارات ماني وصلاح وتقول ان هي دي اسباب تدهور ليفربول، مش لازم تكبر الموضوع يعني. هقول لك ان كلوب نفسه هو اللي قال مش انا. كلوب في تصريحات ليه قال: لا نملك العقليه القويه التي كنا نمتلكها المواسم السابقه، ويمكن للجميع ان يلاحظ ان اللاعبين لا يملكون بداخلهم ما يجعلهم ينتصرون، لكن هذه الامور لا تترجم، نفتقد للثبات على اللحظه الايجابيه. وده اللي اكده جيمي كارجر نجم ليفربول السابق لما قال: الوحوش تحولوا الى اقزام هشه نفسيه كانوا يحرزون الاهداف في الدقائق الاخيره، كل ما يعنيه توقيت الهدف في قوه نفسيه وذهنيه، لكن الان يحدث العكس. فبالتالي كان طبيعي جدا يحصل بدايه لانهيار فريق ليفربول بعد حقبه ناجحه جدا اخذوا فيها الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. على النقيض تماما لو بصينا على منتخب انجلترا هنلاقي ان العامل النفسي لعب دور مهم جدا في نجاحهم في مونديال روسيا 2018، وهقول لك ازاي.
منتخب انجلترا قبل بدايه كاس العالم 2018 كان عليهم ضغط كبير جدا انهم لازم يكسبوا المونديال ده، وده لانهم بيمتلكوا كل مقومات الفوز من دوري قوي ولاعيبه قويه في كل المراكز سواء في الملعب او على الدكه، ولان الانجليز طول حياتهم الكرويه بيعانوا من سيناريوهات اخفاقات متكرره في كاس العالم، وده اللي خلى ساوث جيت مدرب منتخب انجلترا يعين عالمه النفس بيبا جرانينج عشان تكون مسؤوله وبشكل كامل عن الجانب النفسي لمنتخب انجلترا. ساوث جيت كان شايف ان وجودها مهم جدا عشان تقدر تأهل اللعيبه نفسيا للبطوله، وخصوصا اللعيبه الشابه اللي بتتعرض لانتقادات عنصريه زي ساكا وزي رحيم ستيرلينج واي لعيب بشرته سودا، واللعيبه اللي بتتعرض لانتقادات لاذعه بسبب مستواها شبه هاري ماجواير وجيسي لينجر. التجربه ديت وصفها الاعلام بتجربه العوامه. انتشرت صور للعيبه منتخب انجلترا في حمام السباحه قبل ماتش المانيا، وكل لعيب كان راكب عوامه على شكل دولفين، على شكل بطه، على شكل حيوان، والدنيا كانت مليطه. الكل ساعتها طلع واتهم المنتخب الانجليزي بعدم الجديه وانتقدوا ساوث جيت وقالوا له انت من الاخر جاي تهزر، لكن اللي اتضح بعد كده ان ده جزء ترفيهي نفسي عشان يقلل الضغط على اللعيبه. فعلا اللعيبه دخلت ماتش المانيا وكسبته. إيريك داير لاعب منتخب انجلترا طلع بعد كاس العالم وقال ان الشغل النفسي كان مفيد جدا لينا وانعكس على ادائنا في الملعب وخلانا نحقق مركز كويس في كاس العالم. خلاصه ان المرض النفسي زيه زي اي مرض ليه علاج. اوعى تتكسف انك تعترف انك تعبان نفسيا، ده مش غلط ومش عيب وما يقلش من رجولتك في اي حاجه. اوعى برضه تتكسف انك تروح لدكتور نفساني. لازم كل الناس اصلا تتعايش مع الموضوع ده انه عادي، ولازم كل فرق العالم يكون فيها دكتور نفسي يقدر يأهل اللعيبه نفسيا ويسمع مشاكلهم ويحلها كمان. واحنا مش هنغير الكون، الجمهور هيفضل جمهور ليه حق الانتقاد، لكن نتمنى ان يكون الانتقاد ما يوصلش لسب الام والاب والتنمر، لان اللي بتشتمه ده اكيد ليه اهل واسره بيسمعوا الكلام ده وبيتاثروا نفسيا زيه بالظبط. ومهما حصل اوعى تبقى ضعيف وتفكر بس مجرد تفكير في الانتحار، لان ده مش حل، ده ضعف شخصيه منك وقله ايمان بالله وحرام. ولازم تعرف ان ربنا ليه حكمه في كل حاجه بتحصل لك، وعلى قد صبرك ربنا هيجازيك خير. واعرف انها لما بتضيق قوي مسيرها هتفرج قوي قوي. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.